كل ما البني آدم في عز بلائه يتحمل مسؤولية حماية الرضا عن الله في قلبه، كل ما الحياة هتبقى أكثر سكوناً وهدوءاً ويقدر يستمر ويشق طريقه. وشقة الطريق دي بإذن الله يكون فيها رفع البلاء، لأنك إذا تعافيت وقلبك حاسس بالرضا في عز البلاء، أكتر خير قلبك بيجنيه هو حماية سندك الأكبر، وهو توكلك على ربنا وتفويض أمرك لربنا. الحياة عبء تقيل لو مش ساندين فيها على رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده لما أبو قلابة أحد الصالحين مر على راجل ما عندوش إيدين ورجلين، وكأنه قاعد كده يعني ساند كده وعمال يقول الحمد لله الحمد لله، فحب يتعلم منه. قال له أنت بتحمد ربنا على إيه؟ قال أحمد ربي على قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وستر من رب العالمين. النهاردة هنعمل تنظيف للبوتاجاز كده عميق شوية، علشان من زمان ما عملتهوش، فهعمله معاكم كده أول بأول. طبعا برضو مش من زمان قوي يعني، ولا عليه مش متسخ أوي ولا حاجة. طبعا انا الاول رشيت عليه زي ما انتوا شفتوا كده المنتج اللي معانا دهوت وبعدين سيح لي كده الدهون. انا طبعا مش طالعه اعمل اعلان عنه، بس هو ما هوش غالي زي الحاجات الغاليه اللي بنسمع عنها، لا سعره كويس وفي نفس الوقت بيسيح الدهون. وبستخدمه اول باول علشان ما خليش الدهون تلزق وتتحرق على البوتاجاز. اول باول كده يعني مره كل اسبوع ولا حاجه، او كل اسبوعين استخدمه مره، بيخلي معايا البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبرضو الشبك بتاع البوتاجاز بيبقى عليه زيادة كده وحاجات، وبيبقى محروق كده برضو، بتبدأ تشبك فيه الدهون، فبلحقه كده في أولها كده وبرش عليه من المنتج ده، وبسيبه شوية عبال ما أكون غسلت البوتاجاز كويس والعيون، وبعدين بغسل الشبك وترجع جديدة تاني وبتلمع يعني زي الأول كمان. طيب النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الحسد. يعني واحدة صاحبتي حبيبتي كانت معايا هناك في السفر، قالت لي كلميهم عن اللي احنا بنشوفه هنا كمغتربين، او الناس كلها بتتكلم علينا وبتقول ان معاهم ومعاهم وعندهم ومش عارف ايه. والله العظيم يعني سبحان الله، في ناس كتير بتعاني وهي في السفر، ومش كل اللي بيسافر معناه ان هو معاه فلوس او حالته كويسة. لا سبحان الله، والله بيحصل للناس هناك حاجات يعني امور. يعني انا هحكي لكم على مثلا يوم ولادتي لمحمد ابني ده. يعني سبحان الله والله العظيم، يعني انا ولدت بمعجزة الحمد لله. طبعا انا الحمد لله ولادي كلهم والدهم طبيعي، وده كان اخر واحد. وسبحان الله يعني كنت متابعه مع الدكتوره، وقالت لي ان هي خلاص ان شاء الله هنولد طبيعي وكل الامور تمام ومش عارف ايه. وجيت بعد ما الشهر خلص، الشهر التاسع خلص وراح علشان اولد، قالت لي لا ده الرحم ما فتحش الا 3 سنتي. قالت لي روحي وتعالي يعني اعملي تمشي وكده وتعالي. رحت اسبوعين ورجعت لها ما فيش فايده، مش راضي يفتح. طب يا دكتوره اديني طلق صناعي. قالت لي لا يا حبيبتي ما ينفعش وكده، وايه اخاف اديلك للرحم ما يستجيبش وكده. دي من ضمن الحاجات اللي الواحد قابلها في الغربة يعني، وبيبقى لوحده ومن غير اهله، وحاجة صعبة أوي. طبعا قالت لي انت كده لازم تولدي قيصري، وانا مش هقدر اولدك قيصري وايه. وبعتتني عند دكتور ايه او مستشفى اولد هناك قيصري وكده. المهم رحت اكتر من مستشفى وعملوا لي تحليل وقالوا عندك سيولة. وطبعا انا ساعة ما سمعت كده قعدت اعيط لوحدي وفي الغربة وقيصري، ويعني قعدت اعيط جامد. وايه كمان موضوع السيولة ده كمان. المهم بعتوني لدكتور في مستشفى خاص برضو. واحدة تانية قالت لي معلش احنا ما عندناش بنك دم هنا، هبعتك لمستشفى تانية خاص تانية برضو عند دكتور تاني. ورحت له وحجز لي ميعاد ان انا خلاص هولد، ورحت له صايمة وقال لي لا ده مش هينفع اولدك، ده مش عارف ايه، ده دكتور البنجي من الصبح شغال وتعبان وبتاع، ولو كده نزليه. قلت له انا اللي هنزل لك دكتور البنجي يا دكتور؟ ازاي يعني مش فاهم. المهم قال ده انت بطنك كبيرة ولازم تولدي ومش عارف. قلت له اه ما انا جاي عشان اولد حضرتك يعني، سبحان الله يعني مش جاي ما انا صايمة وجاية اولد. المهم قال لي للسيستر خديها واعملي لها نبض جنين في الغرفة التانية وكده، وهي بصراحة الله يسعدها ويسترها
والله قالت لجوزي يومها: يا أستاذ طالما هي لسه صايمة وبدل ما تصوم يوم تاني وممكن ما يعملهاش تاني وبرضه يرجع يقول لها كده نفس الكلام، خدها واطلع على المستشفى الفلانية وهناك الدكتور الفلاني، وادت لنا اسمه ورقمه ورحنا بسرعة. عبال ما وصلنا كان الدكتور ورانا على طول ما شاء الله، وشه بشوش وراجل بيضحك، كان معدي ال60 بس ما شاء الله، يعني حسيت كده كأنه أبويا. وقعد كده يطبطب ويقول لي: معلش يعني ما تخافيش يا بنتي، لما لقاني خايفة وبعيط وقال لي: ما تخافيش والله يا بنتي ومش عارف ايه وسبحان الله وربنا يسرها، وجاب دكتور البنج وفي دقيقة واحدة غرفة العمليات اتفتحت ودكتور البنج جه سبحان الله، ودخلت العمليات وسبحان الله ما فقتش بقى الا على اذان الفجر وانا والدة وكده، وخارجة من أوضة العمليات أذان الفجر والفجر بيقول الله أكبر سبحان الله. فالحمد لله، الحمد لله. طبعًا مشكلة محمد إن أنا كنت باحاول يعني كان في محاولة إن أنا أولده طبيعي سبحان الله، بس أنا قلبي ما ارتاحش، يعني هو كان في دكتورة هناك معرفة وكده وقالت تعالي ونحاول، بس لمّا جه جوزي يقول لي قُلت له: "لأ أنا مش عاوزة أروح، أنا مش مرتاحة وخايفة من إن أنا أجرّب أولد طبيعي دي مش عارفة." يعني الرحم ما فتحش والدكتورة اللي أنا متابعة معاها كويسة والناس كلها بتشكّر فيها وأنا معاها من زمان يعني، لأ، ما طالما ما هي ما ولدتنيش مش هاولد عند حد تاني ومش هاحاول إن أنا أولد تاني يعني طبيعي وكده، فأنا هاسيبها على الله. فرُحت سبحان الله بعد ما ولدت محمد، سبحان الله لقيت الدكتور بيقول لي: "احمدي ربنا إن أنتِ ما حاولتيش تولديه طبيعي." فباقول له: "ليه يا دكتور؟" قال لي: "الحبل السري كان لافف على رقبته 3 لفات، يعني لو كنتِ حاولتِ إن أنتِ تولديه طبيعي كان والعياذ بالله كان نزل مخنوق وكده، كان يعني اتشد وكان نزل مخنوق وكده." وسبحان الله الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم سبحان الله. يعني دي من الحاجات يعني سبحان الله، الواحد كنت زعلانة وعمّالة أعيط وأمي مش جنبي ولا أخواتي ولا معايا حد وقاعدة يعني متأثّرة جدًا وأول مرّة وهاولد قيصري وهيفتحوا بطني ومش عارف إيه وأنا مش متعوّدة على كده، وهاقعد إزاي ومين اللي هيخدمني ومين اللي هيعملني، وسبحان الله ربنا والله هو اللي بييسّر الحال، وربنا هو اللي بيسهّلها سبحان الله، يعني رب هنا رب هناك، ويعني سبحان الله. يعني أنا عندي اللي قبلي أنا كنت والداه في مصر وكنت جنب أهلي وأمي وأنا شُفت الموت بعيني فيه سبحان الله والله. الحمد لله، الحمد لله ربنا والله حاسس بالناس، وربنا كبير، والله ربنا كبير الحمد لله وبيقف جنبنا في كل حياتنا وفي كل حالنا، الحمد لله والشكر لله. يعني دي من ضمن الحاجات برضه اللي يعني بنشوفها في الغُربة، وطبعًا عاوزة أقول لكم إن المغتربين مش كلّهم عندهم بيوت أصلًا في مصر، سبحان الله في ناس كتير ما عندهاش بيوت أساسًا، يعني واحدة صاحبتنا والله العظيم ما عندها بيت لحد دلوقتي، يمكن عندها غرفة واحدة عايشة فيها مع حماتها ومع أهل جوزها ومع أخوات جوزها سبحان الله، مش واخدة حريتها وبقى لهم كام سَنة متغرّبين ولحد دلوقتي مش عارفين يعملوا بيت سبحان الله، ولا عارفين يشتروا أرض ولا عندهم أي حاجة، يعني الحمد لله، الحمد لله، يعني مش لازم إن هم مغتربين يكون عندهم كل حاجة، يعني في ناس كتير مغتربين وأنا من ضمن الناس دي الحمد لله، كنا عايشين كأننا عايشين في مصر، بناكل وبنشرب والعيال بتروح مدارس وبتروح دروس وبنتعالج بفلوس كتير طبعًا وبندفع تأمينات وبندفع اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي الإقامات والحاجات ديّة، طبعًا كل دي بتاخد مبالغ كبيرة يعني مننا سبحان الله، يعني يا دوب اللي جاي على قد اللي رايح، فإحنا كنا عايشين كأننا في مصر، يعني كأننا موظفين وبنقبض واللي جاي بنصرفه وخلاص، اتبقى فلوس وعملنا ربنا كرمنا في حاجة جات زيادة خير وبركة عنّها للزمن، ما فيش خلاص، سبحان الله، وأغلب الناس بتبقى كده يعني يعني يا كده يا إما في ناس بقى بتبقى ماسكة على نفسها أوي، أوي وما بتاكلش ولا بتشرب ولا بتعمل عشان توفّر وتعمل، بس لأ المبدأ ده ما كانش عندنا خالص سبحان الله، يعني إحنا قُلنا هناكل ونشرب ونمتّع نفسنا إحنا وعيالنا ونعمل اللي نفسنا فيه سبحان الله، بس برضه بعقل، مش ببذخ ولا بتبذير ولا أي حاجة، على قد ما نقدر يعني. ونتبقى حاجة أو قدرنا نشيل حاجة خير وبركة، ما قدرناش خلاص، سبحان الله، فكلّها أرزاق يعني والله. فأنا عاوزة أقول لكم إن المغتربين والله العظيم يعني بيبقى يعني بيحصل لهم حاجات كتير جدًا، جدًا يعني بتبقى صعبة والله العظيم، وناس بتعمل عمليات وناس بتولد، وناس والعياذ بالله بيعملوا حوادث هناك، وناس بتموت هناك، يعني أنا عاوزة أقول ما تبصّوش لأي حد، برضه هي نفس سلسلة الحسد اللي إحنا بنتكلم عنها في كل مرّة. وفي ناس بتروح تعيش هناك عمرها كله على أمل إن هي قبل ما تنزل مصر إن هي تعمل لها شقة أو توضّب شقتها أو تشتري شوية عفش جديد أو أي حاجة بدل عفشها القديم اللي بايظ أو اتهلك، وفي ناس ما بتبقاش عندها غرف أطفال لأولادها، خلاص هم عايشين هناك والعيال نايمين هناك وخلاص على السراير هناك، سبحان الله أمّا أنزل هاجيب لهم وهاجيب لهم، تيجي تقوم الدنيا واقفة زي ما حصل كده الأيام دي كده الدنيا بقت صعبة خالص في السعودية وما عادش زي الأول سبحان الله. يالّا الحمد لله، الحمد لله على كل حال.
اللهم صل على سيدنا محمد. عاوزة أقول إن الآية النهاردة اللي هنبلغها عن النبي عليه الصلاة والسلام هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسد، إن الحسد بيدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. يعني إيه؟ يعني سبحان الله، يعني ممكن تشوف راجل سليم ومعافى ويعني وجسمه ما شاء الله وجثة وبتاع وما بيشتكيش من أي حاجة، وسبحان الله، وحد بس يصيبه بالعين يرقد الراجل فيها سبحان الله ما عادش تقوم له قومة تاني، وممكن يموت بس مجرد ان حد بص له بصة مش تمام او ان حد حسده سبحان الله. ونفس الحكاية الجمل القدر، يعني معناها برضه حد يبص على مالك او على الحاجة اللي ربنا انعم عليك بيها ويبص لها برضه بصة مش تمام، وسبحان الله كل ده يزول. والحسد ده حق طبعا، يعني ده مذكور في القرآن ومذكور في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فده اللي احنا بنقول عليه، ان تمنوا الخير لغيركم علشان ربنا يأتيكم بالخير، ودايما تبعدوا عن الحسد، لان الحسد ده من امراض القلوب، وبيبقى القلب اللي بيحسد ده بيبقى قلب مريض وقلب مش نظيف وقلب كله غل وكل حقد سبحان الله. وطبعا لازم ربنا هيصيبك باللي انت بتعمل بيه الناس ده سبحان الله، لازم ربنا يأتيك بحد يحسدك زي ما انت بتحسد بالناس. وعاوزه اقول لك ان الحسد ده بياكل جبال من الحسنات، يعني الحسد ده سبحان الله بياكل جبال حسناتك اللي انت جاي بيها يوم القيامة. فعلى قد ما تقدر حب الخير لغيرك، علشان مش هيدخل الجنة سبحان الله إلا اللي بيحب لأخيه ما يحب النفس. وطبعا احنا قلنا ان سيدنا يعقوب لما سيدنا يوسف عليه السلام حكى له الحلم قال له ان انت ما تقولش الحلم ده او الرؤية دي لاخواتك علشان ما يحسدكش، وده كان مجرد حلم. يعني معناها ان الحسد يا اولاد حق، والله العظيم الحسد حق فعلا، ان سبحان الله. يعني انا ابني اللي بقول لكم ان انا كنت بموت وانا بولده في مصر ده سبحان الله، يعني في ناس قالت لي ده احنا كنا مفكرين ان انت حامل في توأم، ده انت مش عارف ايه، ده انت بطنك كانت كبيرة قوي، ده انت يعني قاعدين باصين لواحد. فعلا اقسم بالله انا شفت الموت بعيني، شفت الموت بعيني واتشهدت على نفسي سبحان الله، واغمى عليا من كتر الوجع ومن كتر ما انا كنت بطلق فيه. وخلاص اخر حاجة قالوا لي هتدخلي عمليات قيصرية الوقت ده، وعلى اخر لحظة سبحان الله دخلت ولدت طبيعي. اتشهدت 3 مرات، مجرد ان الراس نزلت اتشهدت 3 مرات سبحان الله، ان خلاص يعني. بس فعلا تعبت اكتر مرة تعبت فيها، يعني مش شرط تقول ان انا ابقى جنب امي او جنب اخواتي سبحان الله، كله مقدر وكله مكتوب وكل واحد مكتوب له حاجة هيشوفها. وسبحان الله يمكن بتبقي ساعات في الغربة لوحدك، ربنا طبعا حنين وربنا بيبقى معاك وربنا بيبقى مسخر لك من الناس اللي حواليك سبحان الله اللي يساعدوك ويقفوا جنبك، والحمد لله على كل حال. طبعا احنا هنا عملنا المطبخ ونضفناه زي ما انتوا شفتوا تنظيفة عميقة، والبوتاجاز وكله. وعملت معاكم البتنجان اللي هو المسلوق ده المخلل، بقطعه كده 4 وبسلقه في حبة زيت وملح وخل، وبعدين بتبله في قرن فلفل وفصين توم وحبة ملح وكمون. هنا بعمل خلطة للفراخ علشان أشويها كده على البوتاجاز، طبعا غسلها كويس ومنشفاها ومقطعة كده فيها فتحات. وعملت جبت قرن فلفل على طماطماية على فصين توم على بصلاية، وقعدت أدخل في الفتحات كده وأتبلها كويس، وهسيبها كده تتبل معايا شوية عبال ما أشوف هعمل ايه. طبعا هعمل اللي هي تخديعة المحشي أو التقلية بتاعة المحشي عبال ما تكون الفراخ اتعملت شوية. طبعا هنا الطماطم أنا كنت اديتها سلقة كده وسبتها تبرد، وبعدين ضربتها في الخلاط وحطيت طبعا زيت علشان اعمل بصلة بتاعة المحشي. وهنا لا، هنا خلاص هحط الفراخ اهوت الاول. هنا قدحت الزيت كويس اوي، هديها صدمة كده على نار عالية واحمرها كويس على الوشين، وبعد كده هغطي عليها وهدي لحد ما تستوي كويس وتنزل المية بتاعتها. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا احنا عملنا تخديعة المحشي البصلة، وبرضو هنا حطيت حبهان وورق لوري، وهنا معلقة جنزبيل. هنا طبعا عملت تخديعة المحشي هنا اهو، نقلتها في البولة الاستانلس دي، اللي هي عبارة عن برضو اللهم صل على سيدنا محمد، بصلتين كبار واديتهم كده تشويحة على النار، ومعاهم فصين توم وقرن فلفل حار، وبعدين حطيت عليهم الطماطم واتسبكت، وقطعت طبعا الخضرة معاكم، وكنت غاسلة الرز كويس ومصفياه، وقلبت كل ده على بعضه. وطبعا كلنا عارفين الطريقة بتاعة تخديعة المحشي، وبحط عليه بهارات طبعا ملح وفلفل أسمر وكمون وكزبرة ناشفة، ولو عندك 7 بهارات حطي برضو شوية بس ما تكتريش. وهنا الكوسة كنت مقوراها
وهنا هبدأ أحشيها معاه. طبعا أنا هنا يعني العيال بيحبوا الكوسة بس مش بيحبوها مسلوقة زي المحشي على البوتاجاز، يعني ما بياكلوهاش إلا إذا كانت صينية في الفرن متحمرة كويس من فوق ومن تحت وناشفة كده وطعمها جميل. عاوزة أقولك إن هي طعمها خطير والله العظيم، يعني ما شاء الله لو جربتيها ما عدتيش هتعمليها إلا في صينية في الفرن، يعني أحسن من كتير ما بتبقى فوق على البوتاجاز وترجعي تحمريها. لأ يعني بصراحة الطعم مختلف جدا. هنا جبت صينية الفرن علشان تاخد الكمية اللي عندي كلها ورصيتهم فيها كده، وبعدين هسقيها بالشوربة اللي نزلت من الفراخ. هسقيها بس كده لحد نصها وهغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن على درجة حرارة عالية طبعا 200 لحد ما تبدأ تنشف وإيه زي ما بسوي. وده شكلها بعد ما طلعت معانا متحمرة وناشفة وجميلة وطعمها تحفة، والرز جوه بيبقى ناشف وطعمه جميل أوي أوي والله. وهوريكم كمان الفراخ كده بعد ما طلعت. اللهم صل على وده البتنجان اهوت المخلل اللي احنا خليناه مع بعض، حبة زيت من على الوش بعد ما حشيته بالثوم والفلفل، واللهم صل على سيدنا محمد، وشوية شوربة لسان عصفور، وعندي هنا خضرة ومخلل وفراخ مشوية ما شاء الله. وكان عندي محشي كرنب من قبلها بيوم، سخنته كده بمعلقة سمنة في الطاسة، أنا نحبه كده نحروقه ويبقى مقرمش ويبقى جميل، وبرضه حطيته معايا اللي عاوز ياكل منه ياكل، يبقى طعمه تحفة برضه. يعني لو عندك برضه محشي بايت ما ترميهوش، بس معلقة سمنة كده وسخنيه وهيبقى جميل معاكي والله. سبحان الله. طيب هنا خلصت خلاص الغدا، وعملت البوتاجاز وعملت المطبخ ونضفته تنظيفة كويسة، واللهم صل على سيدنا محمد وبلغنا سنتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكده خلصت. شوفي شكل الفراخ روعة روعة، ناشفة وجميلة. ده بعد ما خلصتها حطيت لها كده معلقة صلصة وزيت ودخلتها الفرن تحت الشواية، وشوية صويا صوص ودبس رمان برضو مخلين طعمها جميل وشكلها جميل وتحميرتها جميلة. وطبعا هنا اللوجو بتاعي، أنا بقول لكم ان ده اسم القناة من الاخر مع اماني موسى. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وكل اللي يدخل القناة يا حبايبي لو اول مرة تشوفوني يا ريت تدعمونا بلايك وبكومنت جميل زيكم كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله كل اللي بلغ عن القناة. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.